انا مروقه عليكم اهو، ما ببخلش عليكم بحاجه، ما تبقوش بقى بخله واعملوا يلا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت كده، وشوفوا الفيديو للاخر علشان تستفادوا. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اتطلب مني كتير قوي ان انا اعمل فيديو للبنات اللي هي مبتدئه في موضوع الميك اب وعايزه تشتري ميك اب بس مش عارفه تبدا ازاي او تشتري ايه، بتكون عاوزه تشتري نوع كويس بس ملهاش تجارب يعني ومش عارفه تجيب ايه بالظبط. فانا في الفيديو دوت اقولك تجيبي ايه بالظبط، حاجات كويسه تنفعك، هتكون حلوه قوي معاكي كمبتدئه وفي نفس الوقت سعرها حنين جدا. دي تجربه شخصيه ملهاش علاقه بالميك اب ارتست. تمام، يلا نبدا الفيديو. اول حاجه بتحتاجيها مرطب. ده مبدئيا لازم ان انت تكوني مرطبه بشرتك كويس قوي قبل الميك اب. تشوفي بقى انت نوع بشرتك ايه وبتجيبي مرطب لبشرتك حسب نوعها، مرطب للبشرة الدهنية او للجافة او للمختلطة او للعادية. فانت شوفي نوع بشرتك ايه وجيبي مرطب كويس ليها. تمام، دي كده مبدئيا اول حاجة. تاني حاجة بترطبي برضو شفايفك، فانتي بتجيبي مرطب لبشرتك، مرطب لشفايفك، ومرطب لتحت العين. هو انا حاليا ما بستخدمش مرطب لتحت عيني عشان ما بقاش كدابه يعني وما بقاش ايه بكذب عليكم، لا انا بستخدم مرطب لبشرتي فقط ومرطب لبقي ومؤقتا يعني ان شاء الله لحد ما ابقى اجيب بقى ايه مرطب كويس لتحت العين، لان انا ما اعرفش انواع برضو كويسه لتحت عيني وكده. بس انا برضو شايفه يعني ان انا يعني مش من النوعيات اللي بتبقى تحت عينيها جافه بزياده محتاجه ان هي تترطب يعني. شوفي انت دنيتك ايه. تاني حاجه هتحتاجيها هو الفاونديشن. بعد ما بترطبي بشرتك هتحتاجي ان انت ايه تحطي فاونديشن. انا كنت بستخدم الفاونديشن دوت، انا معرفش ده من ايه اصلا او منين، بس هو انا كنت بستخدمه بقاله كتير قوي يعني. لما دورت عليه تاني بعد كده ما لقيتوش. هو اكيد مش من ماك يعني، هي ده كوبي مش اصلي عامه. فانا لما كنت بدور عليه تاني ما لقيتوش، كنت جايبه بقاله فتره كبيره جدا. بس بعد كده بقيت بستخدم بتاع فيت مي درجتي 220. بتاع فيت مي دوت حلو قوي 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 على البشره، و هو ينفع تقريبا ينفع لجميع انواع البشره لان هو خفيف اصلا، و برضو كويس لو هتستخدميه استخدام يومي. بس انا منصحش باي فاونديشن استخدام يومي يعني. لو كونسيلر تمام، بس الفاونديشن دوت هو يعتبر ايه احلى حاجه او اكتر حاجه انا واظبت عليها الفتره دي. تاني حاجه هي الكونسيلر. لو عندك تصبغات كتير تحت عينك هتجيبي كوركتور اللي هو بتاع لاجيرلي ده، سوري اهو دوت، بتكنسلي بيه الهالات اللي هي شديده تحت عينك. ده لو شديده مش قويه خلاص. كونسيلر وحلو قوي كده معاكي الكونسيلر بتاع مايت سينما ده، برضو انا كنت بستخدمه بس هو كان تقيل قوي. مش تقيل بقى اللي هو يعني، بص هو مش بيخطط، هو في بنات بيخطط معاها وفي بنات لا. فهو انا كنت بستخدمه، بس دلوقتي بستخدم بتاع روز بيري دوت، تحفه قوي قوي قوي، تحفه تحفه تحفه. فانا حاليا بستخدم بتاع روز بيري، وكنت بستخدم بتاع مايت سينما. هما الاتنين عامه حلوين قوي قوي قوي، الاتنين دول تحفه عامه. بتحتاجي بعد كده بلاشر، حسب بقى ايه ما انت بتستخدمي الميك اب ازاي. و ابقى اعمل لكم فيديو كمان، لان الفيديو ده ممكن يطول جدا فمش هنلحق. هعمل لكم فيديو تاني عن انواع الفرش والرموش ولزق الرموش وكل حاجه هتسالوني عليها، هعمل لكم فيديو خاص بيها. تمام تمام. قلنا بعد كده هنحتاج بلاشر. كنت جايبه باليت البلاشر دي من ان كانت بصراحة كانت تحفة معايا. هو انا كنت بستخدم فيها الدرجتين دول، فالدرجتين دول كانوا بجد يعني انا كنت يعني اكيد واضح انا عاملة فيهم ايه. كانت الدرجة علشان خفيفة، بص درجتها، بص اللون، شايفة الدرجة خفيفة قوي. بص الدرجة التانية، بصي يا ريتها تبقى باينة بجد. بس انا كنت بستخدم الدرجتين دول
وبجد يعني هما كانوا اقرب درجتين لقلبي، غير كده الباقي كله تقيل تقيل جدا، تقيل تقيل يعني. هو يعني هفهمك قصدي. اعذروني بقى لو بقطع كتير في الكلام، لان انا مش متعوده ان انا اعمل فيديو بصوتي وانا بتكلم يعني كده. تقيله، واخده بالك؟ لون احمر، فاهمه؟ اهو بصي حمرا، تحسها حمرا، ما هو مين هيحط على خدوده احمر يا جماعه غير البلياتشو يعني. بصي الدرجه التانية اهي، بصي. بينك صريح وضيح جريح. لا، فما يعني ممكن ايه الدرجه ديت اللي هي دي، انا لما باجي احط منها بخفف قوي. اقول لكم ازاي؟ يعني مثلا بصي دي فرشه البلاشر، هتعملي كده خفيف خالص بالراحه خالص، بصي وكده، تمام. بعد كده هتعملي بالطبطبه، بصي بصي اللون هتبقى كده على خدودك، انت فاهمه؟ لما تعملي كده اكيد يعني مش هنعمل كده، هو هتبقى كده على خدودك انت. فهي ممكن يعني ايه ان انا نوعا ما بستخدمها قليل، فاهمه؟ لان انا دلوقتي بستخدم برضو ايه، هقول لك هوضح لك. ودي كمان عايزه اوريكم حاجه كمان، ثواني لما امسح ايدي عشان ايه، محبش اعمل انا الخرايط دي في ايدي، الخريطه دي بتبقى مضايقاني ومستفزه. لو صوتي واطي علوه، علوا من عندكم، انا مش عارفه اعلي صوت اكتر من كده. دي فيها دي فيها هايلايتر، ماشي؟ بصي، واو 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 واو، يا جماله. بصي يا ريت بجد بجد بجد، يا ريت تبان في الكاميرا زي ما باينه قدامنا في ايدي، تحفه تحفه تحفه. بصي انا عايزه بجد اوضحها، مش عايزه توضح ليه؟ مترخميش بقى. بصي 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 بصي، يا جمالك يا جمالك، شايفه؟ هو ده اللي انا قصدي عليه. بصي هايلايتر، درجه عامله هايلايتر، يا لهوي على جمالها. وعلى فكره ثابته قوي، بالت دي كلها، كل الدرجات دي من ان. وعلى فكره انا كنت جايباها بقالي حبه حلوين، فمش فاكره بقى سعرها دلوقتي كام، بس هي يعني مش هتعدي ال 150 يعني، فاهمه؟ او مش هتعدي ال 200 بقى، مش عارفه، هي 100 وحاجه، تمام. لان هي بجد والله العظيم ثابته قوي قوي قوي. لو هي مش حلوه ما كنتش خلصتها زي ما واضح قدامكم كده يعني. انا واكله اللونين دول لان هما كانوا اخف حاجه، انما الباقي تقيل قوي يعني. بصي 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 اللون، انا مش هحط اللون ده اكيد يعني على وشي، حتى الهايلايتر ده لما باجي احط منه حاجه خفيفه خالص لانه برضو تقيل. بصي اكيد واصل لكم انا عايزه اقول ايه يعني، انا مش الالوان دي تقيله فعشان كده مش استخدمتها، استخدمت الالوان التانية الخفيفه اللي واضح ان انا حرتها قدامكم. ودي برضو كنت جايباها اهو عشان تعرفوا ان هي حلوه، كنت جايبه منها 2 بس. دي كانت فيها بقى الوان جباره، احلى من التانية بكتير بكتير بكتير، كان فيها الوان بجد ما فيش بعد كده جمال. اللون ده طالع ترندي قوي قوي الفتره دي، وطالع على الموضه كده، عارفين اللون البينك الفاتح قوي دوت اللي هو عامل زي البيبي روز كده اهو. طبعا مش هيبان يعني، استنى اهو، يا ريت يبان اهو. لا باين كويس اهو، واضح الحمد لله يعني، باين اهو حلو الى حد ما باين، تمام. وده كان اورنج، ده كان اورنج برضو، وانا من الانواع اللي بحب اللون الاورنج. بصي انا واختي يعني، ما كنتش انا لوحدي بصراحه اللي بحط لون اورنج، لا كنت انا واختي. استنى دقيقه دقيقه يا بنوتات، دقيقه اهو. بصي اهو العسل ده خلصته برضو، وده كمان بصوا ده بقى اديني، بصوا حرتاه 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 حرتاه. بصوا كان اورنج فاتح، واو درجه بجد، اموت والاقيها تاني، اقسم بالله اموت والاقيها تاني. دي انا اللي كنت عاملاها عشان ما اكذبش عليكم اقول لكم دي جايه، دي واضح ان هي خضره، فدي انا اللي كنت عاملاها. كنت بجرب اعمل هايلايتر بس ايه، ضرب معايا بلون اخضر مش عارفه ليه ضرب معايا بلون اخضر، بس هو كان ايه، بصي
لونه كده ايه، في لمعه حلوه قوي. هايلايتر بقى بس لما بحطه بيبقى لون اخضر، فبيبقى لازم ان انا اكسره بلون تاني علشان ايه، اللمعه اللي فيه حلوه، ما فيهاش حبيبات كبيره. عارفين الهايلايتر اللي بيبقى فيه حبيبات جليتر؟ لا ده مش كده، ده ما فيهوش كده، ده فيه لمعه بس، لمعه شمر حلوه خفيفه كده، تدي للوش جلو ان هو اللمعه دي حقيقيه، فاهمه؟ اهو ده نفس الهايلايتر اللي وريته لكم في الباليت التانية، بصوا. بس في باليت فيها الهايلايتر دوت غامق، وفي واحده فيه الهايلايتر ده فاتح، فانا مش عارفه انهي واحده بقى صراحه. المهم ان هما الاتنين حلوين. ده بقى ده بستخدمه كبرونزر للكونتور. يعني مثلا انت دلوقتي رسمت وشك بالكونتور، كونتور صح، انا نسيت موضوع الكونتور، لان انا ما بحددش يعني بالكونتور وكده، فما بستخدمش كونتور. فكنت جايبه نوعين مش قد كده يعني كتجربه، بس انا مش بستخدم كونتور. لو هستخدم كونتور فانا بعمل بحاجات من الحاجات اللي عندي زي الاي شادو، زي البلاشر دي، بصي بستخدمها ككونتور اهي بس، او برونزر يعني اللي هم بيقولوا عليها برونزر. فاكيد يعني واضحه ان هي بني او اه غامقه جدا يعني، فمش هستخدمها بلاشر. وكنت جايبه دي كانت من جولد بيوتي، بس برضو دي ايه، تقيله قوي. دقيقه كده عايزه اعرف بس حاجه. طب بص، لان انا مش هعيد ده كله تاني، انا اكتشفت ان الصوت كان واطي جدا، ف انا هنزل الفيديو على كده. فانتوا لو حسيتوا ان انتوا مش سامعين عرفوني في الكومنتات، ولو كده يعني هعيد الفيديو من الاول، حاول ان انا اعيده من الاول بس بصوت اعلى شويه علشان تبقوا ايه، اوضح الكلام وتبقوا فاهمين اكتر اللي انا عايزه اقوله. فنختم بقى الفيديو دوت بالبلاشر ديت. انا قلت لكم من جولد بيوتي، وبرده درجاتها تقيله قوي، فانا كنت بستخدم اللون ده، هو اقرب لون خفيف شويه بصراحه، بس هي يعني لونها بيدي على كشمير شويه كده، بس هو بيبقى محتاج يدمج كتير، فاهمين؟ بصوا يعني، شوف انا خدت ايه، خدت حته صغنطوطه، بص عملت اللون وزعته كتير ازاي. بقيه الدرجات غامقه، يعني اللون ده برضو اورنج كده وغامق، بس برضو بيبقى محتاج ان هو يتخفف. ودول بقى حمر، عارفين الاحمر؟ دول احمر، فمش بستخدمها قد كده. بستخدمها على فكره، بستخدم اللونين دول لان هي ثابته جدا، ثابته قوي قوي قوي، تحفه تحفه تحفه، كنوع بلاشر ايه، كعلبه صغنطوطه كده لو محتاجه حاجه صغيره مش حاجه كبيره. فنختم بقى على كده، وقولوا لي رايكم في الفيديو، واشتركوا في القناه، وهعمل لكم فيديو جديد بباقي الحاجه، بالكونتور وبالاي شادو، بالكومباكت وباللوز باودر والهايلايتر والروج والماسكارا، هعرفكم كل حاجه والفرش وكده. بس في فيديو تاني يكون الصوت فيه اوضح، فانتوا عرفوني في الصوت ده، لو في الفيديو ده قصدي، لو الصوت مش واضح او مش فاهمين عرفوني في الفيديو دوت، عشان بعد كده في الفيديو التاني الجديد اوضح لكم الصوت اكتر. معلش اعتذر على الصوت اللي حصل. اشتركوا بقى في القناه، وقولوا لي رايكم في الحاجه، ولو حد عنده معلومه عايز يضيفها يا ريت يقول لي، وعرفوني برضو موضوع الصوت دوت تمام، علشان بعد كده اظبط الدنيا اكتر. باي.